السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انتهت مباراة الزمالك وفيوتشر بفوز الزمالك 2-1. أحرز الأهداف سيف الجزيري، ولكن كان بطل المباراة الحقيقي والجندي الغير مجهول، لأن كل الجماهير كانت بتهتف باسمه، محمد عبد الشافي. هذا اللاعب الخلوق المحترم اللي بيثبت ان السن ملوش علاقة بالعطاء داخل المستطيل الاخضر. شفنا النهاردة ابداعات ظهرت على الجنب الشمال من مصطفى شلبي مع محمد عبد الشافي. اللاعب لما بيلعب في مكانه بأريحية بيقدر يقدم كل الابداعات اللي شفناها النهارده. الف مبروك لنادي الزمالك. و والله زمان يا زمالك، نسينا ان الزمالك محطوط في القاموس بتاع انتصارات، ولكن النهارده اسامه نبيه بيرجع بفريق الزمالك للانتصارات. مبروك تاني مرة لنادي الزمالك، وهارد لك لفريق فيوتشر. عايزين نحس ان في منافسات في الدوري المصري، مش فريق دايما بيدوس على بقية ال 17 فرقة وياخد البطولة وخلاص، لا. اما بقى في منافسات وشد وجذب بتبقى الدوري ليه طعم تاني خالص. ده بالنسبة لمباراة الزمالك. نيجي بقى لواقعة الخزي والعار اللي اتكشف على حقيقته، اللي سقط عن وجهه القناع، قناع الاستغناء، وقناع العوز، وان انا مش محتاج حاجه، وانا بشتغل ببلاش انا وعيالي، وانا متطوع، وانا. وظهر على حقيقته بصفقه احمد القندوسي، هذا اللاعب الجزائري وفاق الصيف، اللي استطاع النادي الاهلي بمجرد رفع سماعه تليفون من الاسطوره الحقيقي. وهنا بقى يبان الفرق بين رئيس النادي المحترم الخلوق المؤدب، الواجهة المشرفة لنادي محترم، لقلعة محترمة زي النادي الأهلي، زي الكابتن محمود الخطيب، لما بس يرفع سماعة التليفون ويقول أنا عايز أحمد القندوسي وهدفع فيه قد كده، يقولوا اتفضل من غير كلام. تمام تمام. بعت لهم مسؤول التعاقدات امير توفيق بالعقود، راح يلا بيقولوا كذا، امين يلا تك امضي يا عم، خلص الموضوع في ساعة زمن. اما السماسرة الافاقين النصابين اللي بيمصوا دم النادي وبيدعوا الشرف والفضيلة والاخلاق، اللي بيبعتوا سمسار ويقول لهم هاخد 15%، وطبعا معروف ان مفيش اي سمسار يجرؤ يقول كده، ولما يقول كده يبقى ال 15% دي معروفه ان هي راحه لمين؟ راحه لحنفي وولاده، اللي بيقول لك انا اصلا عايز اسيب النادي، انا قدمت استقالتي اكتر من مره والوزير اللي رفض. لا، ما قدمها، قدمها على الملأ. لو انت راجل وذكر قدم استقالتك كده على شاشة الفجر بتاعتكم اللي هي على قناة الضحك للركب. قدم الاستقالة وطالب وزير الشباب والرياضة على المباشر انك بتقدم استقالتك، واتمنى ان وزير الشباب والرياضة يوافق عليها فورا. لكن انت مش هتعمل كده لانك قاعد ماسك النادي عمال تلهط من المال الحرام، كرشك هيفرقع انت وعيالك من المال الحرام. بس لا، الشهاده لله، فيهم واحد مناخيره هي اللي هتفرقع مش كرشه، لان بيضيع فلوسه كلها على مزاجه. كشفت على حقيقتكم، قعدت تكذب، يعني كذب بين انت فجور، فاجر فجور، اشد من مسيلمة الكذاب. يعني الراجل فضحك على شاشات الفضائيات بعد ما جابوا ابراهيم فايق، وقال ان انت ما اتصلتش بيه، وان انت اتصلت بيه بعد ما عرفت ان الاهلي خد القندوسي. مفيش حاجة اسمها ان انت عرضت 300 الف ولا 500 الف، انت كذاب، انت عرضت مليون و200 الف. واللاعب، وعندكم الكذاب الصغير زي البرلمان الصغير كده، الكذاب الصغير خالد الهبدور، اللي بيقول لك اللاعب اتصل بعصفوره، مش شيكابالا، بعصفوره، وقال له انا بموت في الزمالك، انا بعشق الزمالك، انا عايز العب في الزمالك. يعني مش فاهم عصر المعجزات، لاعب بيتصل بميت، مش فاهم ازاي يعني.
مع العلم ان اللاعب بقاله سنتين نفسه يلعب في النادي الاهلي، وبلسان اللاعب وبلسان رئيس النادي وبلسان مدير عام النادي، يعني الولد اهلاوي الهوى والحب وكل حاجه. كذب 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 الى ما لا نهايه. ليه هو مستمر في الكذب ومصدق نفسه؟ لان القطيع اللي وراه كلهم بيقولوا له امين. صبيان العالمة اللي بيطلعوا في قناة الضحك للركب، اللي بلا اخلاق بلا ضمير بلا كرامة، كلهم بيستفوا الكذب وبيقنعوا الناس بيه. خالد الهبدور بيقول لك الولد اتصل بشيكابالا. شفتوا الكذب؟ شفتم وقاحة اكتر من كده؟ يقول لك اهدار مال العام، انا اعرض 500,000، يقوم هو اضعاف مضاعفها 2 مليون ومش عارف وكام، والدنيا ايه وبتاع ايه. انت كذاب كذاب. يا نهار ابيض على الكذب ده. الناس لما بتكبر المفروض انها بتعقل. يعني لما الواحد شعرايه واحده في دماغه بتبيض بيه، خلاص بيستشعر قرب ودنو الاجل. يعني خلاص بدأ شعري يشيب، ابتدي اراجع نفسي واصلح من عاداتي السيئه. لكن انت هتصلح ايه ولا ايه ولا ايه؟ ان انت كلك سيء، كلك من فوقك لتحتك، من اخمص قدمك الى منبت شعرك كله سيء. كذب ونفاق واتهامات وادعاءات وقلة ادب وسفالة ووقاحة. زي ما انت عايز تقول قول. اتكشفت واتفضحت. فضحت المطهر يوم طلوعه على المعاش على رأي فؤاد المهندس. انت اتفضحت فضحت المطهر يوم طلوعه على المعاش. صفقة القندوسي عرتكم تماما انت وعيالك وطقم المعرضين صبيان العلمة وخالد الهبدوري الكذاب، والدنيا كلها اتكشفت على حقيقتها. بتتهم مسؤولين وفاق سطيف اللي بتقول اللي تواطؤوا مع الاهلي في بطولة افريقيا اللي عملوا ايه. خلاص انت اتحفظت، انت مفضوح، انت مفضوح يا حنفي. يا حنفي انت مفضوح. احترم نفسك، والاشرف ليك لو انت عندك دم وكرامة انك تتنحى عن الوسط الرياضي وعن المشهد العام للشعب المصري، وتترمي بقى في بيتكو، تقعد بجلابيه كده في بيتكو، ويا ريت حتى تقعد من غير هدوم، بس تقعد عشان نضمن انك ما تخرجش تاني. تقعد في بيتكم انت وعيالك، وكفايه الفلوس الحرام اللي انت عمال تجمع فيها دي. ان شاء الله تصرفها على مرض مش هيبقى جه قبل كده لاي حد. ان شاء الله انت وعيالك باذن الله رب العالمين. واتمنى ان القرارات اللي طلعت النهارده من اتحاد الكره المصري تفعل. اتمنى افلح ان صدق، ولو اني عارف انها مجرد فرقعه اعلاميه ومش هيعملوا حاجه بس عشان تهدئه الشعب والوسط الرياضي. واتمنى اشوف بقى الكلام ده يفعل، وكل واحد يلزم حدوده، وكل قرد يلزم شجرته، خاصة هذا القرد المسمى بحنفي. يترمي بقى ويحترم نفسه، واذا كان هو مش محترم نجبره على الاحترام ويتعدل عشان ربنا يرضى عننا كده وينفخ في صورتنا كدولة مصرية كبيرة عربية محترمة، ونبتدي نرجع تاني للريادة في الرياضة العربية والإفريقية والشرق أوسطية. اقول لك حاجة حنفي، منك لله انت وعيالك وكل اللي بيصدقوك، لانك حرامي ونصاب وسمسار وظهرت على حقيقتك. سلام عليكم.